مصطفى شعبان أخيرا بقى أب. خبر سعيد فاجئ جمهور الفنان مصطفى شعبان بعد ما رزق بمولودته الأولى في لحظة اعتبرها كتير من المتابعين واحدة من أسعد محطات حياته. مصطفى شعبان والمعروف بحرصه الشديد على إبعاد حياته الخاصة عن الأضواء اختار يفرح في هدوء، ولكن الخبر انتشر بسرعة على السوشيال ميديا وانهالت عليه التهاني من نجوم الفن وجمهوره اللي عبر عن فرحته الكبيرة. واللافت في القصة إن زوجة مصطفى شعبان هي هدى الناظر، سيدة أعمال معروفة وسبق وكانت مديرة أعمال النجم عمرو دياب، وده خلى اسمها معروف في الوسط الفني من غير ما تكون بتحب الظهور الإعلامي. وبحسب مواقع فنية مصطفى شعبان أعلن زواجه من هدى الناظر منذ فترة قريبة في زواج هادي جدا اقتصر على الأهل والمقربين، وده كان متماشي مع شخصيته اللي دايما بتفضل الخصوصية والبعد عن الاستعراض. والنهاردة ومع قدوم مولودته الأولى جمهور مصطفى شايف إن المرحلة الجاية في حياته هتكون مختلفة تماما على المستوى الإنساني قبل الفني، خاصة إن القريبين منه دايما بيأكدوا حبه للعيلة والأطفال، ومتابعينه تمنوا ليه ولزوجته هدى الناظر حياة مليانة استقرار وفرح، وإن بنته تكون وش الخير عليه وتفتح له صفحة جديدة مليانة حب ونجاح.